مساء الخير، حضرتك الأستاذ مخلوف؟ مين حضرتك؟ أنا إيهاب الشاذلي، معد برنامج الشهرة. اهلا وسهلا يا ابني. خير؟ في الحقيقة البرنامج مهتم قوي. نعم حضرتك، أنا ولا عايزة أطلع في برامج ولا في التلفزيونات. معلش يا ابني، انا بنتي صحيح كانت باليرينا مشهوره، بس هي خلاص دلوقتي اعتزلت. حياتها الخاصه ما تحبش حد يعرف حاجه عنها. حياتها الخاصة إيه بس يا فندم؟ أنا مش جاي للأستاذة، أنا جاي لحضرتك. ايه؟ أيوه يا فندم، عايزين نستضيف حضرتك في القناة عندنا بخصوص الأغنية بتاعتك اللي حققت نجاح كبير وكسرت الدنيا. يوم السبت العربية هتعدي عليك الساعة 7 يا فندم. في انتظارك. مع السلامة. أن تصل متأخراً خير من ألا تصل. فنان عرفوا النجاح متأخر أو وصلوا النجاح متأخر. تخيلوا كده معايا أغنية تحقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة في أسبوع، ولا الملحن معروف ولا المؤلف معروف ولا كمان الصوت الجميل اللي غنى معروف، لكن النهاردة هنتعرف عليهم مع بعض، وكمان هنعرف إن النجاح ساعات بيبقى محتاج فرصة واحدة بس للظهور. خلينا نبدأ الأول بالأكبر سناً، الملحن الأستاذ مخلوف السيد أحمد. مساء الخير، منورنا النهاردة وألف مبروك على الأغنية. اهلا بيكي. إيه حكاية اللحن ده بقى؟ الحقيقه في ناس سمعت اللحن ده قبل كده وقالوا عليه عادي وتقليدي كمان، لدرجه اني شكيت في نفسي وقلت انا خلاص بقيت دقه قديمه وكفايه تلحين. معقولة وتحرمنا من اللحن الجميل ده؟ عموما خلينا نسمع الأغنية مع بعض ومع المشاهدين ونسيبهم هم يحكموا مع الصوت الجميل والمطربة زهرة. هجرتني يا صراحتك، لا هقول يا صهدي ولا حرمان لو كنت قاسي. انتوا ازاي قطعتوا الراجل الجميل ده؟ ازاي يعني؟ ده موضوع يطول شرحه يا لطيفة. يعني افرض مثلا ان اوكي كان في اختلاف بينه وبين مامتك زمان وهم صغيرين، بس انتوا ايه ذنبكم تتحرموا منه؟ وهو في سنه ده ليه يتحرم منكم؟ انت عندك حق، انا فيا كتير منه الصراحة. لا لو سمحت ما تقوليش ان الراجل ده نصاب. انا نصاب يا لطيفة؟ لا يا حبيبي انت سيد النصابين. طب اوكي. طب كان إيه إحساس حضرتك يا أستاذ مخلوف وإنت بتسمع لحن الأغنية من توزيع تلميذك؟ أول ما سمعته اتخذت شوية. هو صعب لما يكون في ذهنك أداء معين للحن، مش بسهولة إنك تتقبل التغيير، لكن لما ودني خدت عليه حبيته. أسامة حط فيه روح العصر، لأنه ابن العصر ده وابننا كمان، وزهرة طبعا. الجيل الجديد كله مواهب، بس محتاجة اللي يحس بيهم ويقف جنبهم ويديهم خبرته. عشان كده أنا فتحت مدرسة صغيرة كده لرعاية المواهب الشابة وتعليمهم الفن والمزيكا حسب الأصول الصحيحة. معانا ريال معانا ريال، ده مبلغ عالي ومش بطال. معانا ريال معانا ريال معانا ريال معانا ريال. أستاذ حمام، أنا عايزة حاجة. حاجة إيه؟ حاجة تاكلي؟ أكل إيه؟ ولا عايزة إيه؟ عايزة أفرح، عايزة أجنن، عايزة أبوسك مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقاسمني ليلة هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة هنايا وهنا ايامي. علشانك انتي انتي بالنار ولا اهدتتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا لهوي. علشانك انتي بالنار ولا احجزتي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا لهوتي. علشانك انتي بالنار ولا احجزتي
وادخل جهنم وانشوي واشرب واقول يا لهوي. سيدي القاضي، خلال تلك القضية حاولت مدام جميلة أن تثبت لنا أنها الملاك الطاهر البريء أنقى البشر، فتطورت على موكلي وزوجته بأشياء لا علاقة لها بالتربية، وفي النهاية هذه قضية محضنة. ولهذا أود أن أدرك هذا الدليل في ملف القضية لأثبت إليكم وبدون أدنى شك أن المدعوة جميلة غير أمينة على تربية ابنتها. انتهت المحكمة إلى عدم أمانة الأم لتكون حاضنة لابنتها لارتكابها أفعالاً تتنافى مع الشريعة والأعراف وتمس الشرف، ولذلك تقول حضانة الطفلة عائشة هشام إلى والدها هشام فتحي عبد العزيز. كنتي احلى من سندريلا. هو انت ليه ما بقيتيش ترقصي باليه؟